تعالوا بقى اقولكوا ازاي تعملوا الشنطة الجميلة دي، حرفيا تحفة فنية. وكالعادة هنشتغلها مع بعض خطوة بخطوة بكل التفاصيل. شايفين كمان الشنطة واسعة من جوه ازاي؟ هنشتغل مع بعض الغرزة والتقفيل، الايد الجميلة دي بكل تفاصيلها، وكمان عملت معاكم البطانة زي ما طلبتوها مني خطوة بخطوة، وان شاء الله هتطلعي من الفيديو عارفة تعملي البطانة لأي شنطة مش بس الشنطة دي. بس اذا اول مرة تشوفيني انا منى، ما تنسوش تشتركوا في القناة، لايك وشير لو عجبكم الفيديو، واكيد مستنية الكومنت بتاعك. ويلا بينا نبتدي. استخدمت خيط سلسلة، السمك بتاع الخيط 3 مللي تقريبا، تقدري تستخدميه مثلا خيط مكرمية. واستخدمت معاه ابرة رقم 4.5 مللي. بدأت وعملت عقدة بداية، واشتغلت 64 سلسلة. عملنا 64 سلسلة. ده وش السلسلة، انا مش بشتغل فيه، انا بقلب كده السلسلة بلاقي حلقات ورا، هي دي اللي انا بشتغل فيها. السلسلة دي مش بشتغل فيها، بدخل في الحلقة اللي عليها الدور، السلسلة التانية يعني، وحلقة ظهر السلسلة كده، وبدخل وبعمل غرزة حشو، واللي بعديها كمان غرزة حشو، وهفضل بقى ماشية على حلقات ظهر السلسلة كلها لحد ما اعمل 63 غرزة حشو. خلصنا خلاص 63 غرزة حشو. هرتفع سلسلة وألف الشغل، وفي أول غرزة عندي هدخل تحت الحلقتين وهعمل غرزة نص عمود. بنعمل نص عمود ازاي؟ بلف الخيط على الإبرة، بدخل تحت الحلقتين، أسحب خيط، هيبقى عندي 3 لفات على الإبرة، هسحب خيط منهم كلهم. والغرزة التانية بدخل كده تحت الحلقتين وبعمل غرزة منزلقة، واللي بعديها هدخل تاني أعمل غرزة نص عمود، واللي بعديها غرزة منزلقة. بس كده، هي دي الغرزة بتاعتي في السطر ده، غرزة نص عمود واللي بعديها غرزة منزلقة، غرزة نص عمود واللي بعديها منزلقة. شكل الغرزة ده مش بيبان كده، بيبان لما بقلبها، وده بيكون شكلها. هفضل بقى ماشية غرزة نص عمود واللي بعديها غرزة منزلقة لحد ما اخلص باقي السطر. كده خلاص عملنا السطر كله، غرزة نص عمود غرزة منزلقة، وده بيكون شكلها من ورا، شكلها تحفة. اخر غرزة عندي في السطر لازم تكون غرزة نص عمود. هنرتفع سلسلة ونلف الشغل، وهشتغل غرز حشو في الحلقات الخلفية. هدخل كده في الحلقة الخلفية للسلسلة وهعمل غرزة حشو، واللي بعديها كمان هدخل في الحلقة الخلفية واعمل غرزة حشو، وهفضل ماشية غرز حشو على طول السطر كله، وغرزة الحشو دي هتكون في الحلقة الخلفية.
خلصنا خلاص غرز الحشو في الحلقات الخلفية. هرتفع سلسلة والف الشغل، وهبتدي اعيد تاني اللي انا عملته في السطر اللي قبليه، غرزة نص عمود تحت الحلقتين، واللي بعديها غرزة منزلقة، وبعدين غرزة نص عمود تحت الحلقتين، واللي بعديها منزلقة تحت الحلقتين. يعني انا بشتغل السطر ده تحت الحلقتين، نص عمود ومنزلقة. شكل الغرزة بيبين من ورا كده. هفضل بقى ماشية غرزة نص عمود ومنزلقة لحد اخر السطر. هرتفع سلسلة وبعدين ارجع اعمل تاني حشو في الحلقات الخلفية، وبعدين اخلص السطر حشو في الحلقات الخلفية، ارتفع سلسلة واعمل غرزة نص عمود وبعدين منزلقة لحد ما ارتفع عدد سطور. انا عملت بالظبط 30 سطر. هتعدي ازاي 30 سطر؟ الجزء البارز ده بيبقى سطرين مع بعض. ادي كده 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30. خلاص هفصل الخيط مش عايزاه. هطلع الخيط وابتدي انضفه بالابرة تحت الغرز. وهنضف كمان خيط البداية. القطعة اللي انا اشتغلتها كانت الطول بتاعها بالظبط 45 سنتي، والعرض بتاعها 22 سنتي ونص. هبتدي بقى اشتغل الجناب بتاعة الشنطة. هعمل عقدة بداية وبعدين هعمل 16 سلسلة. هسيب اول سلسلة مش هشتغل فيها، وهبتدي كده في حلقات ظهر السلسلة اللي ورا اشتغل 15 غرزة حشو. عملنا خلاص 15 غرزة حشو. هرتفع سلسلة. اول غرزة واخر غرزة عندي بيكونوا حشو تحت الحلقتين. بعد كده الغرز اللي في النص دي هتكون حشو بس في الحلقة الخلفية. هعمل هنا حشو في الحلقة الخلفية، واللي بعديها كمان حشو في الحلقة الخلفية، وهفضل ماشية غرز حشو في الحلقة الخلفية لحد ما اوصل لاخر غرزة. وصلنا لاخر غرزة وهنعملها حشو تحت الحلقتين، وبعدين هرتفع سلسلة واكرر نفس اللي انا عملته ده بالظبط. اول غرزة واخر غرزة حشو تحت الحلقتين، وباقي الغرز اللي في النص حشو في الحلقة الخلفية. تاني اول غرزة واخر غرزة حشو تحت الحلقتين، والغرز اللي في النص حشو في الحلقة الخلفية. هبتدي بقى ارتفع عدد سطور. انا هنا عملت بالظبط 24 سطر.
الجنب الطول بتاعه كان 16 سنتي، والعرض بتاعه كان 11 سنتي. بنفس المقاسات بنفس الطريقة عملت جنب كمان. وطبعا هننضف الخيط الزيادة ده. لو فاكرين احنا اشتغلنا مع بعض في الاول خالص 63 غرزة، وده اللي ارتفعنا بيهم جسم الشنطة. لو عدينا الجنب كده في القاعدة بتاعة الجنب هلاقيهم بالظبط 63 غرزة برضو. هبتدي بقى اركب الجنبين. انا الخيط وانا شغالة في الجنب التاني مفصلتوش، هبتدي بقى ارتفع سلسلة، وبعدين اقلب كده الشنطة على الظهر بتاعها، وهسحب الخيط من اول غرزة عندي في جسم الشنطة. هحط بقى القطعتين كده قدام بعض، ادخل تحت الحلقتين في جسم الشنطة مع اخر كده السطر بتاع الجنب ده بيكون شكله، وبعدين اعمل منزلقة. ادخل تحت الحلقتين مع اخر سطر في الجنب ده بيكون شكله. تعالي اقولك بقى شكل الجنب بيكون عامل ازاي. في جنب بيكون عالي، واللي تحتيه بيكون شبه السلسلة كده شوية، وبعدين عالي، وبعدين شبه السلسلة كده شوية، تبقى ماشية كده اهو، ده وده، وبعدين ده، وبعدين ده. هتدخلي كده في الجنب، نسحب خيط ونعمل منزلقة، واللي بعديها بدخل تحت الحلقتين، وبعدين بدخل في الغرزة بتاعة الجنب اللي عليها الدور، اسحب خيط برضو واعمل منزلقة، وهكذا بقى هفضل ماشية بنفس الطريقة. ادخل تحت الحلقتين، وبعدين ادخل في الغرزة اللي الجنب عليها الدور، بيكونوا اصلا باينين قدام بعض يعني، واعمل منزلقة، وهكذا اهو تحت الحلقتين، وبعدين في غرزة الجنب اللي عليها الدور واعمل منزلقة. هفضل بقى ماشية بنفس الطريقة كده لحد ما اوصل لاخر غرزة في الجنب اللي قدامي. وصلت لاخر غرزة في الجنب، هدخل تحت الحلقتين، وبعدين ادخل في اخر غرزة في الجنب واعمل منزلقة، وبعدين هبتدي بقى اظبط الجنب بتاعي ان يكون الغرز بتاعة القاعدة كده قدام بعض، هما هتلاقيهم سلاسل، هتدخلي كل سلسلة مع اللي قدامها وتعملي منزلقة. هدخل تحت الحلقتين مع اول سلسلة كده في القاعدة اهي، برضو تحت الحلقتين، وبعدين تعملي منزلقة تحت الحلقتين، تدخلي مع الغرزة اللي بعديها في القاعدة برضو تحت الحلقتين وتعملي منزلقة اهي، غرز عادية بتقفليهم قدام بعض. هنفضل بقى ماشيين غرزة قدام غرزة واعمل منزلقة لحد ما اكمل باقي الغرز بتاعة القاعدة. وده كده بيكون شكلها. هفضل بقى مكملة الغرز بتاعة القاعدة جنب قدام جنب، وبعدين هعمل الجنب التاني بنفس طريقة الجنب ده. انا قفلت الجنب ده خلاص. عايزة بقى اعمل الشكل بتاع الشنطة اللي انتوا شايفينه في الاول. بدخل كده وبفردها بايدي، هتلاقيها اتفردت معايا بكل سهولة، واديتك الشكل اللي انتي عايزاه.
هركب الجنب التاني بنفس الطريقة بالظبط. بس الأول هفصل الخيط بتاع الجنب ده كده خلاص مش عايزاه، هقفل كده الجنب كويس، وبعدين هخفي الخيط تحت الغرز. هركب الجنب التاني بس مش هركبه من هنا، هركبه من ورا، يعني كده من الجنب ده اللي ورا ده، عشان غرز المنزلقة تكون معايا في نفس الاتجاه. برضو غرزة قدام غرزة واعمل منزلقة، وهفضل بقى ماشية بنفس الطريقة اللي انا عملتها في الجنب التاني بالظبط. كده خلاص انا قفلت الجنبين وغرز المنزلقة مع بعض كده في نفس الاتجاه. مش هفصل الخيط دلوقتي، هرتفع سلسلة وهبتدي بقى اقفل الشنطة بتاعتي بغرز الحشو. هدخل في الجنب وهبتدي اعمل غرزة حشو، وبعدين زي ما عدينا كل سطر باتنين هدخل كده في اول الغرزة من فوق خالص وهعمل غرزتين مع بعض. ادي اول غرزة وفي نفس المكان غرزة كمان، هاجي للسطر اللي بعد منه هعمل برضو غرزتين جنب بعض في نفس المكان. ادي غرزة، ادي غرزة، هعمل هنا برضو غرزتين. طب الغرزتين دول بتوع ايه؟ بتوع السطر نص عمود وبعدين منزلقة، والسطر اللي بعد منه كان حشو في الحلقات الخلفية. فانا بدل ما اعمل كل حاجة قدامها حاجة، فانا بعمل الاتنين مع بعض في نفس المكان عشان غرز الحشو عندي تكون متناسقة اكتر، ما يكون شكلها طالع ونازل. هفضل بقى ماشية كده بنفس الطريقة غرز حشو على اخر السطور، وهلف القطعة بتاعتي كلها بغرز الحشو لحد ما اوصل لاول غرزة عملتها. هتلاقي عندك بالظبط 90 غرزة حشو عملتيها على الدوران بتاع الشنطة كله. وصلنا لأول غرزة حشو عملناها، هدخل برضو تحت الحلقتين وهعمل غرزة حشو على طول هشتغلها دوران بدون فواصل. هفضل بقى ماشية غرز حشو كده تحت الحلقتين لحد ما ارتفع بغرز الحشو دي عدد سطور. انا عملت 5 سطور من غرز الحشو، 1 2 3 4، وطبعا غير اول سطر احنا عملناه تقفيل بغرز الحشو يبقى كده 5. اخر سطر عندي هعمله زي فريم كده للغرز او اطار. هدخل تحت الحلقتين اعمل منزلقة وبعدين ارتفاع سلسلة، وبعدين ادخل تحت الحلقتين اعمل منزلقة وارتفاع سلسلة، وهكذا على طول السطر. تحت الحلقتين اعمل منزلقة وبعديها سلسلة، وبعدين هدخل تحت الحلقتين اعمل منزلقة وبعديها سلسلة، وهفضل ماشية بقى بالطريقة دي على طول الدوران بتاع الغرز لحد ما اوصل لاول غرزة عملتها. خلاص خلصنا الغرز بتاعتنا كلها. هنبتدي بقى نفصل الخيط ونكون اخر غرزة. بسحب كده الخيط من غرزة المنزلقة اللي عملتها، بسحب الخيط كده على بره، وبعدين من نفس المكان اللي طالع منه الخيط بدخل كده في قلب الغرزة وبسحب الخيط على جوه، وبعدين الخيط ده بقى اللي على جوه ده ببتدي انضفه عادي تحت الغرز، بيكون عندي شكل اخر غرزة بالظبط.
كده انا خلصت خلاص جسم الشنطة كامل، ويلا بينا بقى نعمل الايد بتاعتها. هعمل دايرة سحرية ازاي؟ هجيب طرف الخيط القصير على صوابعي كده، وبعدين الف الخيط الطويل اكس من صوابعي كده من هنا ومتوازي من قدام، وبعدين هسحب الخيط الطويل، وبعدين عادي بقى هلف الخيط على صوابعي عادي وهعمل سلسلة. تمام. وهدخل جوه الدايرة وهعمل 6 غرزة حشو. دي كده 1 2 3 4 5 6. خلصنا خلاص 6 غرزة حشو. هبتدي بقى اشد الطرف القصير ده كده اقفل الدايرة بتاعتي، وبعدين هشتغل في 6 غرزة الحشو اللي احنا اشتغلناهم دول. الحشو برضو بس هيكون في الحلقات الخلفية. هدخل في الحلقات الخلفية بتاعتهم وهعمل غرز حشو. هدخل كده في اول غرزة وهعمل غرزة حشو، واللي بعدها حشو في الحلقات الخلفية، واللي بعدها دي كده التالتة هعمل حشو في الحلقة الخلفية، الرابعة حشو في الحلقة الخلفية، الخامسة، وبعدين الستة. خلصنا الستة. ركزوا معايا بقى، ديت الحلقة الأمامية مش باينة، دي الحلقة الخلفية ودي الحلقة اللي وراها. طالع بقى كده ايه من الحلقة اللي وراها دي ضلعين كده، في ضلع منهم هتلاقيه عادي كده مستقيم، وضلع تاني هتلاقيه واخد شكل قوس شوية او نص دايرة، هو ده اللي انا بدخل فيه. دي الحلقة الخلفية، وبعدين الحلقة اللي ورا الحلقة الخلفية طالع منها ضلعين، هدخل في الضلع اللي مايل ده عامل زي نص دايرة كده شوية. تاني انا عندي ضلعين، ده ضلع منهم وده الضلع التاني. انا ما بدخلش في الضلع ده، لا انا بدخل في الضلع التاني اللي فيه الابرة ده. هنشتغل بقى بطريقة 1 2 3 4. ازاي 1 2 3 4؟ 1 الحلقة الخلفية، 2 الحلقة اللي ورا الحلقة الخلفية، 3 الضلع الاولاني اللي مش بشتغل فيه، 4 الضلع المايل اللي انا بشتغل فيه. وتاني ده هو كده شكله. هدخل كده تحت الضلع ده وهعمل غرزة حشو. هدخل في الغرزة اللي بعدها وبرضو طريقة 1 2 3 4. الحلقة الخلفية، الحلقة اللي وراها، الضلع الاولاني اللي انا مش بشتغل فيه ده، وبعدين الضلع التاني اللي عامل ميل شوية ده هو ده اللي انا بشتغل فيه. هدخل كده تحت الضلع ده، ايوه هو بس ده كده. هدخل كده واعمل غرزة حشو. يلا 1 2 3 4 تاني. الحلقة الخلفية، الحلقة اللي وراها، الضلع الاولاني مش بشتغل فيه، والضلع اللي مميل ده هو اللي بشتغل فيه. بدخل كده جواه وبعمل غرزة حشو. بروح للغرزة اللي بعدها تاني، 1 2 3 4 الحلقة الخلفية، وبعدين دي الحلقة اللي وراها، الضلع الاولاني ده مش بشتغل فيه، وده الضلع المايل اللي انا بشتغل فيه غرزة حشو. كمان مرة. الحلقة الخلفية، الحلقة اللي وراها، ده الضلع الاولاني وده الضلع التاني المايل هو ده اللي انا بشتغل فيه. بنزل كده بسحب خيط وبعمل غرزة حشو. افضل بقى اكرر الطريقة دي. الحلقة الخلفية، الحلقة اللي وراها،
ده الضلع الأول مش بشتغل فيه، والضلع المايل اللي هو تحته كده هو ده اللي بشتغل فيه. بسيب الضلع المستقيم وبدخل في الضلع الرابع، ده هو اللي بيبقى واخد شكل قوس كده شوية، ده اللي بدخل كده بالإبرة تحتيه وبعمل غرزة حشو. ان شاء الله كده تكون وضحت معاكم. طول ما انا شغالة كده لو انتي اتلخبطتي 1 2 3 4 بشوف الحلقة الخلفية وبعدين الحلقة اللي وراه، بشوف الضلعين، الضلع المايل فيهم هو اللي بعمل فيه غرزة الحشو. الضلع المايل ده هتلاقيه باصص على ايدك اليمين، بدخل كده بالإبرة تحت منه اسحب خيط واعمل غرزة حشو، وهكذا بقى افضل اكرر بنفس الطريقة دي. ادخل كده في الضلع ده اسحب خيط واعمل حشو لحد ما ارتفع بقى لطول الايد اللي انا عايزاها. بصوا كده معايا، دي 1 2 3 بسيبها، والرابعة ضلع المايل ده اللي بشتغل فيها. دي 1 2 3 وده الضلع بيبقى واخد شكل ميل كده، بنزل كده بالإبرة تحت منه وأعمل غرزة حشو. فضلت شغالة بنفس الطريقة لحد ما وصلت لطول الإيد اللي أنا عايزاها. أنا عملت طول الإيد تقريبا 60 سنتي، ممكن تطولي على حسب ما انتي عايزة. بس بقى نقفل الإيد، دخلت كده في الغرزة اللي عليها الدور في الضلع ده كده وسحبت، عملت منزلقة، وبعدين خلاص هفصل بقى الخيط مش عايزاه تاني. وبعدين هبتدي بقى انضف الخيط بتاعي، هدخله كده جوه الايد نفسها. بنفس الطريقة عملت ايد كمان.
وركبت في الجنشات دي 2 حلقة سهلة الفتح. يلا بينا بقى نعمل البطانة بتاعة الشنطة. هنعمل البطانة ازاي؟ اول حاجة هاخد المقاسات بتاعة طول الشنطة، بلف كده المزورة على الشنطة باخد الطول بتاعها. هي كانت عندي بالظبط 52 سنتي، هنزود 2 سنتي كمان او 3 سنتي عشان الخياطة فيبقى 55 سنتي. والعرض بتاعها بالدوران بتاع الجنبين كان 33 سنتي، هنزود 2 سنتي كمان عشان الخياطة. واخدت كمان المقاس بتاع العمق او القاعدة بتاعتها وكان 10 سنتي. قصيت قطعة بالمقاسات اللي انا قلتلكوا عليها، 55 سنتي طول، وقصيت العرض 35 سنتي. وقصيت قطع للجيب، انا بحب اعمل الجيب مجوز، فقصيت قطعة مثلا بطول 27 او 28 سنتي، والعرض بتاعها مثلا من 19 ل20 سنتي، وبعدين بتنيهم كده على بعض عشان يبقى عندي الجيب مجوز. اول حاجة هعملها في البطانة هخيط كده الطول والعرض بتاع الجيب. خيطت الطول والعرض، هبتدي بقى اقلب البطانة لجوه كده عشان يخفي اثر الخياطة، وبعدين هخيط الجنب التالت، بدخل سنتي لجوه كده وبعدين اخيط. خلاص كده انا الجيب عندي جاهز. بتني كده الجيب بالنص، وبتني البطانة نفسها كده بالنص عشان احدد مكان الجيب بالظبط، واخلي النص قدام النص كده عشان يبقى الجيب في المنتصف بالظبط ومكانه يبقى مظبوط في البطانة. خلاص انا كده خيطت الجيب. هبتدي بقى اخيط البطانة من الجنب ده ومن الجنب التاني. هي كده البطانة عندي خلاص جاهزة، بس انا عايزة اعمل مكان للقاعدة او للعمق بتاعها، بتنيها كده بالطريقة دي، وبعدين هخيط كده مثلث من الجنب ده ومن الجنب التاني. ده هيكون مكان القاعدة، هيبقى بالطريقة دي. بس كده انا البطانة عندي جاهزة. فاضل بس حاجة اخيرة، الوش كده بتاع البطانة ده بتنيه سنتي كده لجوه وبخيطه بالطريقة دي. هبتدي بقى ادخل البطانة بتاعتي في الشنطة. انا ما بحبش اقفلها كلها كده بطانة، بحب اسيب مكان الخيط باين شوية عشان الاطار اللي احنا عاملينه ده كده من فوق بيدي شكل جميلي لما تيجي تفتحي الشنطة. بثبت بقى البطانة بتاعتي على مستوى خط واحد من دبابيس، وانتي بتثبتي ايديكي تبقى على مستوى واحد عشان تبقي عارفة وانتي بتخيطي ايديكي رايحة فين بالظبط، وما تبقاش البطانة طالعة ونازلة، البطانة كلها تبقى على مستوى واحد لما تيجي تفتحي الشنطة. انا كده خلاص ثبت البطانة على مستوى واحد. ايوه كده نفس المكان على خط واحد. هنبتدي بقى هنخيط ازاي؟ اول حاجة هثبت الابرة بتاعتي في جسم الشنطة نفسها، وبعدين هدخل كده بالابرة بتاعتي في البطانة كده نفسها من جوه، هسحب الابرة وبعدين هروح جاية راجعة بالابرة مثبتاها كده في جسم الشنطة نفسه وسحبة الخيط، ولما تشدي الخيط مش هتلاقيه باين في البطانة خالص. تاني بدخل كده في البطانة كده بمشي الابرة جواها، وبعدين بروح جاية داخلة في جسم الشنطة نفسه مخيطاها فيه وسحبة الخيط. كمان مرة بدخل كده في قلب البطانة نفسها، امشي كده بالابرة في قلب البطانة نفسها من جوه، وبعدين اروح جاية داخلة مخيطاها في جسم الشنطة كده نفسه في نفس المكان، واسحب الخيط. هلاقي مفيش اثر باين للخيط خالص. هفضل بقى ماشية بنفس طريقة الخياطة دي لحد ما اخلص البطانة كلها.
بعد ما خلصت البطانة ركبت بقى فيها 2 مغناطيس ولوجو برنسس ميد، وده كده الشكل النهائي للشنطة. تحفة فنية كلمة قليلة عليها. استمتعت جدا وانا بعمل كل تفصيلة وبشاركها معاكم. ياريت لو استفدتوا من الفيديو تعملوا لايك وشير، وما تنسوش تعملوا اشتراك لو ما كنتوش مشتركين في القناة عشان في حاجات جامدة جاية. استخدمت 550 جرام خيط سلسلة، يعني لو جبتي 3 لفات هتبقى منهم شوية حلوين. مقاسات الشنطة بالتفصيل وكمان الادوات المستخدمة. اي حاجة ما قلتهاش في الفيديو هتلاقيها موجودة عندكم في صندوق الوصف، غير ان انا مستنية استفساراتكم في الكومنت. وما تنسوش تعملوا متابعة لجروب برنسس ميد على الفيسبوك وكمان صفحة الانستجرام، هتلاقوا اللينكات برضو موجودة في صندوق الوصف. اسيبكم بقى تستمتعوا بالتحفة الفنية دي واستنوني في فيديو جديد.